ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رودينا احمد، اخصائيه تخاطب. احنا النهارده هنتكلم عن الاعاقه العقليه واسبابها. ايه هي الاعاقه العقليه عند الاطفال؟ الاعاقه العقليه هي مشكله في الدماغ تؤدي الى انخفاض مستوى الذكاء عند الاطفال، فبالتالي تخلق جنين في رحم الام، فبتكون اعاقه عقليه 100%. ايه بقى هي اسباب الاعاقه العقليه عند الاطفال؟ مشكلة في الأجسام الصبغية زي متلازمة داون، ورم دماغي، تسمم بالرصاص، أنواع معينة من أنواع العدوى أثناء فترة الحمل، سوء التغذية أثناء فترة الحمل، مثلا اضطرابات وراثية، ودي مهمة جدا. اضطرابات وراثية بتحصل من الأب والأم، زي مرض اسمه تي زاكس. المرض دوت هنتكلم عنه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سوء المعاملة والإهمال الشديد أثناء فترة الحمل، إن الأم ما تاخدش دواء أثناء فترة الحمل إلا باستشارة الطبيب المعالج، زي عندها سكر حمل، عندها برد، عندها نوع من أنواع الأمراض، لازم تستشير الطبيب اللي هي بتروح عنده. ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وسبسكرايب وشير، اشتركوا كل دي. شكرا لكم.